ده كان احتفال بموظف جديد بره. اما الموظف الجديد في مصر استقباله بيكون بشكل تاني خالص. اول ما يجي الموظف الجديد ده يبتدي الموظفين القدام بقى يبتدوا يبصوا له بصات، بيعينوه. بص يبصوا كده عليه بيعينوه، تحس ان هو مش موظف، ده تحس ان هم اشتروا جدي. يبتدوا بقى يسالوه شويه اسئله بقى كده من ايه، بتاعت المساجين. انت ايه، جاي منين، جاي في ايه، تهمتك ايه عشان تيجي هنا. بصات مريبه جدا وضحك كده خبيث، اللي هو ايه، انت اتعينت يا عبد، تعالى بقى، تعالى بظهرك. بعد ما موضوع الاسئله دي تخلص بقى خلاص كده، والراجل يحس ان هو خلاص يعني غلط ان هو جه اصلا، بيبتدوا يعرفوه بالناس اللي موجوده في الشركه بس بطريقه خاصه شويه. يعني نميمه، اعراض. استاذ محمود مدير تصدير الطاقه السلبيه هنا في الشركه، ماشي 15 موظف في اقل من اسبوع. استاذه شيماء لسه مترقيه، بارك لها، مش كفء، لا لا مش كفء، لا لا، هي بس بتظبط المدير كل خميس، بتروح له كل خميس بعد الشيفت. لا يا راجل البيت ايه، تروح له البيت ايه، لا يا راجل لا، دي اعراض اللي انت بتقولها دي اعراض. هنا مكان ما انت قاعد. قوم كده ثواني. حد يجي ينظف الكلام ده يا جماعه.